فطيرة اليوم سميناها كاسة إلا ربع لأنه المقادير كلها حتكون كاسة إلا ربع. أحتاج كاسة إلا ربع دقيق وملعقة كبيرة بيكنج باودر أخلطهم، وفي الخلاط أحط كاسة إلا ربع زيت، كاسة إلا ربع موية، كاسة إلا ربع سكر، كاسة إلا ربع حليب بودرة. أخلطهم مظبوط لحد ما يذوب السكر عندي تماما. أضيفها على الدقيق وأخلطها، وبكل سهولة أحطها في صينية مدهونة زيت. أحتاج علبة قشطة أحطها في كيس حلواني وأزين فيها وجه الفطيرة. أحط عليها كوب من الجبنة الشيدر وحبة البركة. حتروح على فرن حرارته 170 درجة مدة نص ساعة، بعدين أحمرها من فوق. أحط عليها ملعقة عسل وملعقة شيرة، أتركها تبرد شوية، بعدين أقطعها وأقدمها. الكيكة طرية ولذيذة وتذوب بالفم. حتنبهري قد إيش الكيكة دي لذيذة، تجمع بين الحلو والمالح. وبالعافية، أحلى فطيرة.